السلام عليكم، ازيكم يا كل متابعيني؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في اتم صحه واحسن حال. متابعيني الغاليين، كل عام وانتم بخير بمناسبه عاشوراء. ربنا يا رب يجعل السعد ما بين ايديكم وتحت رجليكم، اللهم امين يا رب العالمين. والنهارده يا عاشوراء يا جماعه، ربنا يعني بيبدل الحال للاحسن، فاغتنموا يوم عاشوراء بالصيام والصلاه والدعاء. ما تنسوش تدعوا كتير قوي في اليوم ده. تمام. ان شاء الله ربنا يبدل حياتكم للاحسن، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى انا جايه هعمل معاكم العاشوره. تمام. جبت كيلو من القمح، غسلته كويس قوي ونقعته. تنقعيه 6 ساعات. تمام. وبعدين بقى بعد ما نقعته 6 ساعات اخدته وغسلته تاني تحت الحنفيه، وشطفته من الميه اللي كان منقوع فيها، وضفت له ميه تانية وحطيته على النار. تمام. قعد على النار حوالي ساعتين يعني لغايه لما استوى. بعدين طفيت عليه وسبته كده يعني لغايه ما يفشر. تغطي عليه وتسيبيه لغايه ما يفشر، ترجعي له تاني. تمام. بيكون بقى فيه ميه قليله، ما بيشربش الميه بتاعته كلها، فلما بتغطي عليه بيشرب الميه اللي باقيه. بعد ما رجعنا له بقى هنضيف عليه اللبن بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ومعايا اضافات تانية هضيفها له يا جماعه اللي انتم شفتوها. بس حط لايك لو اول مره تفوتي على قناه ام منا. انزلي دوسي على زر اشتراك اللي هو باللون الاحمر، فعلي الجرس، واختاري كلمه الكل عشان خاطر اي فيديو اعمله يروح لكم بيه اشعار وتشاهدوه. كمان عايزه اقولك لما انا حطيته على النار، في الاول حطيت له كوبايه سكر، وحطيت له ذره ملح لا تذكر علشان تعادل الطعم. ده كان في الاول لما انا حطيته على النار. بعدين بقى بعد ما ضفت اللبن نزلت كمان مرة تانية بكوباية سكر. تمام كده زي ما انتم شايفين. هستنى بقى اول ما اللبن يبتدي يغلي يعني كده، وهنزل عليه 3 معالق من النشا. هندوبهم في قليل من اللبن. تمام. هندوبهم كويس قوي لغاية لما يدوبوا معايا. وبعدين هنزل بيهم على العصورة بتاعتي زي ما انتم شايفين، او البليلة، او زي ما انتم شايفين بنزل بيها كده وهقلب. لسه باقيه معايا اضافات تانية. حط لايكي قمرية بالله عليكي علشان تاكلي اجمل طبق عاشوره من ايدينا ومنا النهارده. بنقلب بالشكل اللي انتم شايفينه ده يا ما شاء الله. والريحه بتاعتها كانت جميله جدا جدا اهو. عايزه اقولك ان الاولاد بيحبوها. اعملي بقى العاشوره وفرحي اولادك. يعني هي من السنه للسنه، فيعني بيبقى اليوم ده حلو خالص. بنبقى بقى صايمين وكده يعني، وبنعمل العاشوره بنفطر عليها بقى. يا سيدي يا سيدي على الجمال. ايه رأيكم في الجمال ده؟ شايفين الجمال ما شاء الله. هنفضل بقى ايدينا بعد ما نضيف النشا هنفضل نقلب، ما نشيلش ايدنا خالص لغاية لما نحصل على القوام اللي احنا عايزينه يعني كده. ما تسيبيش بقى النشا يتكلكع منك، تفضلي تقلبي على طول بعد ما تضيفي النشا. تمام كده. وهجهز الاضافه الثالثه اللي انا هضيفها، اللي هي يبقى انا ضفت اللبن والنشا. والاضافه الثالثه بتاعتي اللي هي ايه؟ اللي هي 3 معالق من الكريمه، او الكريم شانتيه، او الكريمه اللباني، او كريمه الخفق. اي حاجه متوفره عندك هتعمليها وتضيفيها. تمام. او ممكن قشطه لو متوفر عندك. دوبت بقى انا 3 معالق من الكريمه، الكريمه اللي هي الكريمه الخام. تمام. من غير اضافه سكر. دوبت الكريمه في اللبن، وهنزل بيهم على العاشوراء بتاعتي بالشكل اللي انتم هتشوفوه دلوقتي. وهنقلب بقى اهو زي ما انتم شايفين. وكمان ضفت لها يعني ربع معلقه صغيره من الفانيليا على الكريمه، تديها ريحه بقى زي ما انتم شايفين. وبكده خلاص العاشوراء بتاعتي قربت خلاص. هستنى عليها بقى تغلي لمده 3 دقايق بس، وبعدين هنطفي عليها لان هي خلاص هو القوام ده كويس يعني اللي احنا وصلنا له، والنشا بتاعتي ربطت وما شاء الله عليها. هسيبها بقى الكريمة تغلي مع النشا مع البليلة كده، وبعدين هنطفي عليها وهنغرفها مع بعضينا. وهتشوفوا أجمل طبق عاشورة من إيدينا ومنا النهاردة ما شاء الله. تمام كده. عايزة أقولك إن بعد ما بتطفي عليها وبتبرد بتتقل، يعني القوام بتاعها بيتقل، فتحرصي إن انتي ما تخليهاش تتقل أكتر من كده على النار. خلاص كده كنا بنغرف العاشورة بتاعتنا. ويا سيدي على الطعم والشكل والريحة. لسه بقى هنضيف لها إضافة أخيرة. تمام. للي حابب بقى، دي اختياري، للي حابب يضيفها يعني. بنغرف بقى كده العصراء بتاعتنا ما شاء الله عليها. ممكن تهدي بقى لجيرانك، لأهلك، لأي حد بتحبيه يعني، تعملي العصراء كده وتهديها له. ما شاء الله. تسلم ايادي ام منا. حط لايك بالله عليكم، مشاهدة كاملة. شيروا الفيديو لو تقدروا تشيروه.
واللي بيعدي لأول مرة ويشوف محتوايا ويعجبه يا ريت يدوس على زر اشتراك اللي هو باللون الأحمر، يفعل الجرس، يختار كلمة الكل علشان خاطر أي فيديو أعمله يروح لكم بيشعر وتشاهدوا. وما شاء الله أجمل عاشوراء من إيدين أم منا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبنضيف الإضافة الأخيرة وهزينها بالسوداني. أي حاجة عندك ممكن تزيني بيها، ممكن تزينه فستق، ببندق، بعين جمل، لوز، أي حاجة متوفرة عندك ممكن تزيني بيها. زبيب، جوز هند. انا بقى المتوفر عندي في الوقت ده اللي هو السوداني. وعايزه اقولك ان العاشوراء بالسوداني طعمها روعه، جميله جدا جدا جدا. ما شاء الله، اجمل طبق عاشوراء تاكلوه من ايدين ام منى. يا سيدي على الشكل والطعم، يا سيدي يا سيدي على الجمال. ربنا يصلح ما بين ايديكم، ربنا يا رب يجعل ايامكم كلها سعد وهنا. وهو ده كان الفيديو بتاعي العاشوراء، كل عام وانتم بخير. انتظرونا فيديوهات تانية كتير عند ام منى، اكلات، مخبوزات، حلويات، كل عند ام منى في الدار، روتينات ولا تتعب ولا تختار. حط اللايك بالله عليكي فضلا وليس امرا، وهندوق العاشوراء مع بعضينا. يا سيدي شايفه القوام تقل ازاي؟ ولسه بقى كل ما تبرد القوام بتاعها بيتقل اكتر من كده يا جماعه. علشان كده تاخدي بالك وهي على النار ما تخليهاش كتير. تمام. ما شاء الله اجمل عاشوراء والله العظيم طعمها كان خرافه. انا بهدي العاشوراء لكل متابعين ام منا، كل الناس اللي بتشاهد الفيديو ده بهدلكم العاشوراء، وكل عام وانتم بخير. هو ده كان الفيديو بتاعي، مع الف سلامه يا غاليين.